بعد خلي أضيف لك نقطة مهمة. في يوم 10 من المحرم تم استخدام هذا الشعار العنصري زين الجاهلي. عمر بن سعد ماذا نادى على الإمام الحسين عليه السلام؟ قال لهم اقتلوا ابن قتال العرب. هذا الحسين ابن علي ابن من؟ ابن قتال العرب. عجيب. وكأنه أكفت معركة قبلية، لم يقل لهم أنهم من هذا ابن قتال المشركين والكافرين، لا، قال لهم هذا ابن قتال العرب، في حين أنه هذا مو صحيح. علي بن أبي طالب لم يقتل العرب، قتل الكافرين والمشركين أعداء الله وأعداء الرسول، ولكن اشتغلوا على هذا المنهج. لذلك نرى في بعض المواكب كذلك أيام المشاية في زيارة الأربعينية بعض الشباب جهلا منهم يرفعون هذا اللقب، مخلين صورة الإمام علي عليه السلام ومخلين عليها قتال العرب. وما أدري شنو مثلا أنت تفتخر به شنو؟ أولا هذا اللقب لقب أموي أطلقه عمر بن سعد على إمامك علي بن أبي طالب. ثانيا علي بن أبي طالب ليس قتالا للعرب وإنما قتالا للكافرين والمشركين. لذلك بعض الأحبة في مواكبنا في مجالسنا في أيام المشاية تشوفه حتى ببرامج التواصل الاجتماعي جهلا اشتباها سهوا. لذلك يفترض أنه إحنا لا نردد ما يردده هؤلاء الذين خرجوا لقتال الإمام الحسين عليه السلام.